السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم أصدقاء المتابعين؟ طمنوني عنكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين اليوم هو 1/5، اليوم هو يوم العمال. طبعا أنا اليوم جاي أحكي عن قانون العمل الفلسطيني يلي بيضمن حقوق العامل وواجباته. جاي أحكي عن منظمات ونقابات العمال والمهنيين يلي بتكفل حقوقهم بتدافع عنهم. مش جاي أحكي عن الفصائل الفلسطينية يلي بتستغل العمال وما بتهتم إلهم. مش جاي أحكي عن المنظمات الدولية، ولا جاي أحكي عن منظمة العمل الدولية وقوانينها ولوائحها وأطرها واتفاقياتها ومعاهداتها يلي كلها ضربت عرض الحائط. اليوم يا جماعة أنا جاي أحكي عن واقع العامل الفلسطيني، خاصة تحت الاحتلال. العامل الفلسطيني المصنف ما بين موظف غزة أو موظف ضفة أو عاطل عن العمل. العامل الفلسطيني يلي الآن صنفوه ما بين موظف بالشمال موظف بالجنوب. العامل الفلسطيني يلي بيشتغل 24 ساعة بالحرب لحتى الآن ما تقضى اللي هو راتبه، وكل 50 يوم 800 شيكل راتبه، مع العلم إنه كيلو البندورة عنا 30 شيكل، كيلو البطاطا عنا ب60 شيكل. العامل الفلسطيني يلي بيشتغل بأدنى الأجور علشان يأمن قوت يومه. العامل الفلسطيني يلي بيتعرض للإهانة والإذلال سواء في مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو مؤسسات NGO، يحاسبون أمام الله وأمام الشعب على ما يحدث للعمال الفلسطينيين، سواء كنتوا هان أو هناك انتوا ستحاسبوا. بكفي احنا بدنا حياة كريمة، بدنا عيشة، بدنا استقلال. بكفي ذل، بكفي إهانة، بكفي استعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل.